السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وكل اللي يسمعني يكون بخير. مبدئيا كده ما تنسوش اول ما تدخلوا تشوفوا الفيديو حطوا لايك حلو زيكم كده وادعموني وسيبوا لي كومنت كده ايه حلو عشان تشجعوني واكمل معاكم بامر الله. معايا هنا تتبيله بانيه، معايا 3 4 معالق كده من الزبادي اللي انا كنت عاملاه من كام يوم. حطيت عليهم حبه بهارات، بابريكا، جنزبيل، كزبره، فلفل اسود، ربع كمون، توم باودر، بصل باودر، حبه ملح، معلقه خل. معايا صدر فرخه قطعته كده وهتبله ايه. وديت اللهم صل على النبي بودرة زعفران بتدي لون حلو لخلطة البانيه بتاعتي. والتتبيلة دي حلوة، ما بحتاجش بيض فيها ولا اي حاجة، يعني بضربها كده واحط فيها البانيه بتاعي. بعد كده بشيل البانيه منها بحطه على البقسماط على طول، بيبقى زي الفل من غير ما احط بيض. معايا هنا صدر فرخة انا مقطعاه، انا بحب اقطعه كده، بجيب صدر البانيه على بعضه يعني ما بجيبوش متقطع، وانا بحب انا اللي اقطعه زي ما انتوا شايفين كده وبتبله. مرات بقى بعمل منه اللهم صل على النبي صوابع، مرات بعمل منه شرايح بسيطة كده، مرات بعمله مكعبات، ممكن اعمل بيه للبيتزا للمعجنات حاجات كده يعني. فانا دايما ايه ما بجيبش بانيه خالص، بجيب الصدر مخلي وانا اللي بتبله بعمله في البيت زي ما انتوا شايفين كده. النهارده هنعمل غدا سهل وبسيط. انا كنت تعبانه شويه وعمي وابن عمي جايين، فقلت اعمل لهم غدا ايه سريع. والله انا كنت تعبانه جدا اليوم اللي عملت فيه الاكل ده، بس ما كانش ينفع طبعا ايه ما اعملش، لان ابن عمي كمان اول مره يدخل بيتي، اول مره يدخل بيتي اللي انا فيه حاليا، مش اول مره يدخل بيتي خالص. فكان لازم طبعا اعمل غدا. انا عملت اي نعم حاجه بسيطه وفي نفس الوقت ايه حلوه. هنا تبلت البانيه وركنته كده ساعتين 3 على بال ما جيت ايه عملته. معايا هنا كان نص كيلو بتنجان انا كنت قلياه، والخلطه الفلفل دي انا كنت عاملاها قبلها بيوم من بالليل. كنت جايبه كيلو الا ربع فلفل، عليه راس توم كده صغيره، ونص كوبايه خل، وحبه شطه وحبه ملح على كزبره على كمون كده. حطيتهم كلهم في قلب الخلاط وشقلبتهم وعملت خلطة جميلة كده. بتبقى ايه للمخلل، بحب اجيبه على بعضه كده نص كيلو كيلو الا ربع واحطه في العلبة زي ما انتوا شايفين، واخد منه استخدمه لما اجيب مثلا بتنجان تاني، اقلي البتنجان وتبقى عندي الخلطة جاهزة ما اعملش. ولو كان في كزبرة خضراء بس ما كانش عندي اليوم ده، بتبقى جميلة جدا في قلب البتنجان. يعني لو في كزبرة خضراء ضيفي كمان كزبرة خضراء كده، بتدي طعم وتست حلو للبتنجان بتاعي. وانا هنا كنت قاليه البتنجان بفتحه كده زي ما انتوا شايفين، واللهم صل على النبي، واحط فيه بقى من الخلطه بتاعتي دي، بيبقى جميل وزي الفل، بيبقى حلو جنب الفطار جنب الغدا. احنا لسه هنعمل ملوخيه، فالبتنجان برضو بيبقى حلو جنب مع الملوخيه يعني. فكملوا معايا كده لاخر الفيديو وشوفوا هنعمل ايه. ان شاء الله تطلعوا بمعلومه بسيطه كده وحاجه تفيدكم يعني، عل وعسى اكون بفيدكم بامر الله. انا عشان انا في ربنا بس افيدكم اكتر حاجه. خلاص انا خلصت كده كميه البتنجان بتاعتي، هزود كام معلقه كده وهعصر عليهم ليمون. والخلطه دي انا برضو عصره فيها ليمون، الليمون ده في الفريزر كان عندي فانا بطلعه وبعصره كده يعني. بحب اجيب الليمون لما بيبقى حلو في الموسم بتاعه حلو واصفر كده، بجيبه وارميه في الفريزر. وقت ما يكون الليمون لسه اخضر شويه اطلع بقى اللي عندي. فانا كان لسه عندي شويه في الفريزر، قلت الحق ايه استخدمهم على بال ما ادخل بقى الليمون الجديد. حطيت هنا رشه ملح مبهر كده ورشه خل. واحط برضو العلبه بتاعتي دي ايه على جنب. هنا نخش بقى على ايه على صينيه البطاطس الجامده جدا. معايا هنا طماطم، انا عامله صينيه صغيره مش كبيره، طماطم وفلفل حامي، اللهم صل على النبي، وكم فص توم كده انا بضربهم في الخلاط. صلوا على النبي كده. ما تنسوش حطوا لايك وكومنت حلو زيكم كده، ربنا يصلح حالي وحالكم.
هنا كان معايا لحمة بقى انا سلقاها مش عاملة فيها اي حاجة، حاطة فيها حباية طماطم وقرن فلفل حامي. برضو الشوربة بتاعتي بعملها بتبقى حامية جدا. سريع سريع بقى عشان ننجز يا ولاد. زودت من الطماطم، اللهم صل على النبي، زودت شوربة وضربتهم كده في الخلاط. وهنا كنت بفرم ايه صينية البطاطس بتاعتي. قطعت بطاطس عليهم بصلاية كده، حطيت برضو بابريكا مدخنة بتدي طعم حلو للأكل، وكمون وكزبرة ورشة جنزبيل وفلفل اسود طبعا لا غنى عنه. وهدعك بقى ايه البطاطس مع البصلة مع البهارات دي كده، ايه دعكة حلوة كده عشان تبقى ايه صينية بطاطس جامدة. هزود هنا بقى اللحمة بتاعتي، هحط القلب اللحمة هحطها في قلب الصينية. وحاطة في الشوربة ورق لوري وحبهان وقرنفل وقرفة خشب، فما بحطش ايه حاجات كتير لان الشوربة بتاعتي ما شاء الله بتبقى مظبطة. زودت كزبرة عشان انا بعشق الكزبرة الناشفة في صينية البطاطس. كانت مشطشطة وحامية وكانت ما شاء الله بالهنا والشفا يعني. كان الاكل جميل اليوم ده الحمد لله. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم يا رب. وهحط معلقتين زيت ذرة كده وهدخلها الفرن بقى، ومشغله الفرن بتاعتي سخنه خلاص كده. وهنا كنت ايه بعمل بقى حبة رز بالشعرية كده. جنب صينية البطاطس. الرز قلبيه جامد في على النار عشان يبقى مفلفل ومبدور. بحب اقلبه كتير. زودت بس رشة ملح لان الرز بيقبل ملح شوية. وهنا زودته من الشوربة بتاعتي، وبرده كانوا شوية رز حلوين. هنا معايا الخلطة بتاعتي فيجيتار وبقسماط ومعلقة نشا، برضو بقلبهم كده في قلب بعضيهم. الفيجيتار بتاعي بحبه حار، انا عامة بحب الاكل كله حامي انا وولادي، يعني لو الاكل مش حامي ما بنحسلوش بالطعم. وهنا كنت بتبل ايه صوابع الستريبس او البانيه بتاعي اي حاجة، يعني زي ما تقولوا قولوا مفيش مشكلة. والخلطة دي تنفع جدا للفراخ برضو بتبقى جميلة. تتبلي كده الفرخة بتاعتك وتدخليها الفرن بتبقى زي الفل. هنا الرز على النار. هنا قلت احمر البانيه بتاعي. كنت هنا بقول لكم الرز ما شاء الله مبدور وريحته جامده. هنا انا كنت ايه جايبه ربطه ملوخيه كده من بدري قوي، كنت جايباها وقطفتها كده وغسلتها وصفتها، اللهم صل على النبي، وخرطتها بس ما صورتش لان العيال كانوا في درس، بدأنا دروس، كل عام وانتم بخير، فما صورتش بقى. هنا التومه بتاعتي بحب برضو التوم في الملوخيه كتير، والكزبره بتبقى كتير، وبطش للملوخيه بتاعتي بزيت زيتون. انا عملتها معاكم قبل كده، بس الملوخيه بتاعتي ما شاء الله بتبقى في حته تانية برضو. كانت ملوخيه خضراء وجميله. وهنا كان خلاص الاكل خلص وحطيته هنتغدى. وادي صينيه البطاطس وادي الرز وادي البتنجان طلعت منه برضو على قد اللي هياكله، وادي البانيه. وهنا كان عندي زيتون وليمون انا عاملاه برضو من السنه اللي فاتت راقد عندي. الف هنا وشفا للي كلوا. يا رب فيديوهاتي تبقى خفيفه وبسيطه وتطلعوا منها باي معلومه تفيدكم. متنسوش بقى حطوا لايك وشير، حطوا لايك وشيروا الفيديو. اشوفكم في فيديوهات تانية على خير بأمر الله. السلام عليكم.